إلى أخبار الأندية الوطنية وتحضيراتها للموسم المقبل، والبداية مع الرجاء الرياضي الذي أنهى اليوم أولى محطاته الإعدادية والتي كانت بمدينة إفران، وخلالها رسم المدرب رشيد الطوسي ملامح الفريق للموسم المقبل بالرغم من الإكراهات المتعددة. النسور وبعد محطة إفران سيتوجهون إلى مدينة الجديدة في معسكر ثاني، لكن قبل ذلك تنتظرهم مباراة ودية يوم بعد غد الأربعاء أمام اتحاد طنجة. عن أجواء التحضير يدور روبورتاج محمد سقيم وسمير نور. بإكراهات الموسم الماضي وبداية الاستعدادات المتعثرة هذا الموسم، أنهى فريق الرجاء الرياضي تجمعه الأول بإفران استعدادا للموسم المقبل. المعسكر اللي كان المفروض خصو يبدأ يعني في 18 تم تأخيره لمدة 4 حتى 5 أيام، لأن كانت هناك بعض الأمور اللي كان خصها يعني تعالج ما بين السيد رئيس الجديد واللاعبين. وأظن بأنه هذه المرحلة يعني جعلت بأنه كثير من اللاعبين الأساسيين غابوا على الموعد اللي كان محدد، وهذا الغياب طال حتى لواحد المدة ديال الأسبوع، يعني بأنه تهيئ بدأ متأخر. تجمع مدينة إفران كان نقطة الانطلاق قبل خوض تجمع ثاني بمدينة الجديدة الأسبوع المقبل، والذي يرى فيها المدرب رشيد الطوسي محطة مهمة. اللاعبين غاديين في واحد الخط يعني تصاعدي من ناحيه تحسين الاداء، وحنا برنامجنا اللي مسطر مع المعد البدني الجديد يعني غادي يعني بثبات لو جور جي، لان اليوم الموعد هو 26 يكونوا اللاعبين موجودين من جميع النواحي. فهذه مرحله اولى، ودائما في كاين مرحله اولى اللي كتعمر مرحله عامه واللي انتهت. هنا غتبدا المرحله الخاصه يعني اللي فيها غادي ندخلوا يعني ما مطلوب في مباراه القدريه، غنعليو من المجهود في الانتونسيتي دو ترافاي، غيولي ديك الساعه ندخلوا ما يسمى بلا بيسونس دو ترافاي، من بعد باش ندخلوا لا فورس فيتاس اللي غتكون في اخر 10 ايام اللي غنكون جديده. فهنا غادي نروحوا لمدينه طنجه لانه مباراه وديه، وغادي يعني تكون بمثابه كذلك واحد التقييم للعمل اللي قمنا به لحد الان، ومن بعدها غياخذوا واحد اليومين ديال الراحه، ومن بعد غنلتحقوا واحد 10 ايام بمدينه الجديده تتخلى واحد 3 مباريات وديه، وانا ذاك غندخلوا يعني في اخر حلقه في تهيئنا اللي غادي يبقى من بعد ما غنشاركوا في الدوري ديال النتيفي ان شاء الله 2021، وغيبقى اخر اسبوع قبل بدايه البطوله. دوري الموسم المقبل يستدعي استعدادات خاصة، لكن قبل ذلك لا زال هم التركيبة البشرية يؤرق بال الإدارة التقنية. انا كنت واضح بان من بعد ما غادروك لاعبين بحال الاوال بحال اسمه محمد والحاج واللي وكانوا شي اللي كنتمناو باش يرجع، هذاك تنتمناو ولا في وسط الميدان بابا توندي اللي كان لاعب محوري، ولا في الهجوم اللي حنا خصنا قلب هجوم من العيار الثقيل. فتظهر لي هادو 4 عناصر، وحنا كنزيدوا نضيفوا عنصر اخر خامس، لانه فريق الرجاء البيضاوي مفروض عليه يكون يعني ترسانته البشريه ترسانه قويه، ما كاينش فرق ما بين لاعب اساسي ولاعب احتياطي. بالاضافه للغياب المؤثر والكبير ديال اللاعب يوسف قديوي اللي تصاب، واللي كنتمناو ليه يعني الشفاء العاجل حتى يعود ويعطي الاضافه للفريق، لانه لاعب كما قلت مؤثر، واصابته غيجري العمليه واللي ندعيو معاه ان شاء الله باش تكلل بالنجاح، والمده ديال 4 اشهر باش يكون ان شاء الله مهيئ. الإدارة التقنية استعادت بعض لاعبيها المعارين كسعدان والعرجون وبن مقدم وغنام، وتخضع لاعبين آخرين للتجربة كلاعبي الرشاد البرنوسي نجم الدين وبامالك، في الوقت الذي تعاقدت فيه مع اللاعبين الطوس واللمطي. الحمد لله، كيف ما كيعرف الجميع فريق الرجاء البيضاوي فريق كبير، وكيف ما اي لاعب راه ناوي نحقق مع فريق الرجاء البيضاوي لقب البطوله ان شاء الله. واجواء زيد جيده، كاين انسجام بين اللاعبين، وان شاء الله يظهر على ارضيه الملعب في البطوله الوطنيه ان شاء الله. المعسكر الحمد لله غادي في واحد الاجواء مستحسنه، كنطلعوا باش نوصلوا لواحد النيفو اللي يخول لنا نلعبوا واحد البطوله في واحد المستوى اللي جيد. الحمد لله يعني كل واحد بالمسؤوليه ديالو، الكل كيدفر واحد المجهود باش نكونوا عند حسن ظن الجمهور الرجاوي ان شاء الله. الرجاء يواجه الأربعاء فريق اتحاد طنجة في مباراة إعدادية قبل دخول تجمع إعدادي ثاني بمدينة الجديدة.
ودائما مع أخبار الرجاء الرياضي، حيث شهدت الحصة التدريبية للفريق ضمن معسكره الإعدادي بإفران التحاق اللاعب الدولي الغيني مامودو مارا بتدريب الفريق قصد التجريب والاختبار. مامودو مارا 25 ربيعا قدم هذا الصباح من فرنسا ويشغل مركز مدافع أوسط، وسبق له أن لعب للمنتخب الغيني في عدة مناسبات، كما لعب لفرق ديجون الفرنسي وأفينيون ثم إيفردون من سويسرا.